تعرفي إن الشاشات ممكن تأثر فعلا على تكوين دماغ الطفل؟ الدراسات بتقول إن المناطق المسؤولة عن التركيز واللغة بتصغر عند الأطفال اللي بيستخدموا الأجهزة لفترات طويلة. للأسف ده مش مجرد كلام مرعب، ده نتيجة دراسات حديثة بالرنين المغناطيسي على دماغ الأطفال اللي بيقضوا وقت طويل قدام الشاشات. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، ونعرف إزاي نتصرف قبل ما يحصل ضرر حقيقي. أولا، إزاي تعرفي إن ابنك مدمن شاشة؟ 1. بيصرخ أو بيعيط لما تاخدي منه الموبايل. 2. بيرفض ياكل أو ينام من غير التابلت. 3. مش عايز يلعب بأي حاجة غير الشاشة. لو 2 من دول بيحصلوا فده مش مجرد تسلية، ده إدمان سلوكي حقيقي. وللأسف الشاشة بتأثر على تركيزه ونومه ومهاراته الاجتماعية. طيب نعمل إيه؟ 1. قللي الوقت بالتدريج، مش لازم تسحبي الموبايل مرة واحدة، قللي ربع ساعة كل يوم. 2. قدمي بدائل مش أوامر، بدل ما تقوليله كفاية بقى جربي تقوليله تحب نرسم سوا، ايه رأيك نلعب لعبة؟ البدائل بتقلل المقاومة جدا وبتخليه يحس ان عنده اختيارات. 3. كوني قدوة، لو الطفل شايفك طول الوقت قدام التليفون طبيعي يقلدك، جربي تقوليله ماما كمان هتقفل الموبايل دلوقتي وتقعد معاك. 4. صندوق المكافآت، اعملي جدول بسيط وكل سلوك كويس يعمله ياخد عليه نقطة، ولما يوصل لعدد نقاط معينة ياخد 10 دقايق زيادة على الشاشة، وده هيخلي الطفل يتعلم ان الشاشة مكافأة مش حق دايم. في النهاية التغيير مش صعب، هو بس محتاج يبدأ منك. ابنك مش مدمن لانك ام مش شاطرة، هو بس محتاجك تطلعيه من دايرة الشاشات خطوة بخطوة، وانت تقدري تبدأي من النهاردة حتى لو بخطوة صغيرة. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة، واستنيني الحلقة الجاية وحلول بسيطة لمشكلة كبيرة.